السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة. النهاردة بقى اكلتنا بسيطة وجميلة جدا. النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة قلت اعمل قرنبيط. طبعا القرنبيط ما شاء الله مالي السوق، فقلت لا، لازم الواحد النهاردة بقى ياكل اكلة قرنبيط كده مع حبة سلطة كده حلوين. بس انا هعملها بطريقة مختلفة. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. انا جايبه قرنبيطه صغنونه زي ما انتم شايفين كده زي الفل، تمام. وجايبه شويه بهارات. طبعا البهارات كل اللي عندك حطيه، يعني انا حاطه بابريكا، ملح، كمون، 7 بهارات، فلفل اسود، كاري، حطيت بصل بودر، توم بودر، يعني كل التوابل اللي عندك حطيها. وجايبه هنا حوالي مش عارفه اهي 5 معالق دقيق وعليهم معلقه نشا. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت القرنبيط اهو. هنجيب صينيه او هنجيب حله، اقصد نجيب حله كده. هرص القرنبيط كده في الحله كده بعد ما قطعته عشان اسلقه. زي ما انتم شايفين كده حطيته اهو في الحله. احط عليه ميه واروح اسلقه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت عليه ميه اهو، وهرش بقى رشه ملح كده واسيبه بقى يستوي. تعالوا بقى نجهز بقى الخلطه بتاعه القرنبيط. انا جبت الثوم اهو اللي انا مخزناه في الفريزر، تمام. هحطه اقطع كده زي ما انتم شايفين كده اهو، اقطع كده اهو. والله بيسهل عليا الثوم المفروم، بيسهل عليا كده كفايه. اشيله بقى في الفريزر. انا باخد بقطع منه واشيله تاني في الفريزر. زي ما انتم شايفين كده اهو، انا سبته يفك شويه ثوم، تمام. هنبتدي بقى نجهز ايه الخلطه بتاعتنا. زي ما انا قلت لكم اهي البهارات كلها اللي انتوا عندكم حطوها، تمام. وجبت 3 بيضات، تمام. يلا بينا. انا كده حاطه حوالي 5 معالق دقيق على معلقه واحده نشا، تمام. هعجنها زي ما انتوا شايفين كده. انا اهو دوبت الدقيق في ميه، تمام اهو. هبتدي احط بقى ايه التوابل كلها. بس قبل ما احط التوابل هنحط عندي 3 بيضات اهو، اروح حطاهم كده اهو كده. نبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا كلها اهي نحطها كده، تمام اهو. ولو في كركم حط، لو عندكم كركم حط. احط بقى الثوم بتاعي، الثوم بتاعي اهو. ثواني كده، حطيت الثوم. نضرب بقى كده اهو جامد. هجيب بقى شويه ميه عشان حاسه ان ايه الخليط تخين شويه. انا لقيت عندي كركم قلت احط برضو تاني، يعني الكركم بصراحه مفيد جدا 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 في الاكلات، خاصه لما هتعملوا حاجه بانيه مثلا، القرنبيط يبقى تحفه تحفه تحفه. يعني لما تدخلوا الكركم في اكلاتكم مفيد جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين انا خلصته، بس حسيت ان القوام بتاعه خفيف شويه، فقلت اجيب بقى ايه معلقتين دقيق تاني كده
عشان انا عايزه القوام بتاعه يبقى تقيل شويه. هدوبهم بشويه ميه. دوبت اهو شويه دقيق، هفضيهم اهو. انا عايزه القوام بتاعه يبقى تقيل شويه. تمام. كده كويس، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تمام كده. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه كده بقى حلو جدا كده اهو. زي ما انتوا شايفين كده قوامه حلو جدا، ولا خفيف ولا تقيل. طبعا انا عامله كميه، الكميه دي يا بنات انا بشيلها في الفريزر عشان كل ما عاوز اطلع واعمل. يعني دي بتبقى طريقه حلوه وسهله، وبتبقى محفوظه في الفريزر، في اي وقت بتطلعي وتعملي. تمام. لاني انا مش هعمل الكميه كلها، الواحد بيعمل على قده. النبيض خلاص اهو السلق. تمام. طبعا انا مش هعمل الكميه برضو كلها، يعني انا هعمل على قد الاكل. ممكن اشيل الباقي في الفريزر، او لو حبيت ان انا اكل تاني يوم عادي، بس مش عايزه اعمل الكميه كلها. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. انا قسمت الكميه اهي، هشيلها بقى. الكميه دي اشيلها كده في علبه واحفظها كده في التلاجة عندي، في الفريزر، في التلاجة، براحتكم. وانا الكميه دي هي اللي هستخدمها، مش عايزه الحاجه يعني تقعد، عايزه يبقى الاكل طازه بطازه. انا بجيب القرنبيط زي ما انتوا شايفين كده، وبقطعه قطع صغيره زي ما انتوا شايفين كده بالسكينه، قطع صغيره اهو زي ما انتوا شايفين كده، قطع صغيره. اخلص الكميه وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعت خلاص اهي الكميه اهي، والباقي زي ما انا قلت لكم بيتشال في الفريزر، بيتشال في التلاجة لاي وقت، ما بيتقطعش كده، بسيبه صحيح ولما عاوزه اطلع ابقى اقطع. انا كده قطعته خلاص اهو. هنقله بقى في الطبق زي ما انتوا شايفين كده اهو. نقلته. والله لو جربتوا الطريقه دي هتعجبكم جامد جدا. وادي الخليط بتاعنا، نجيب كبشه كده، نجيب من الخليط بتاعنا الحلو ده اهو، ونبتدي بقى ايه، نحط بقى على القرنبيط اللي متقطع ده. جربوا الطريقه دي هتعجبكم. مش عايزه اكتر، كفايه كده اهو. اقلب بقى، تقلبوها كده في بعضيها اهو. القرنبيط يتشرب من الخليط كده اهو. شايفين؟ طريقه سهله جميله وجديده، ومش تقليديه زي القرنبيط اللي احنا بناخده ونحمره كده صحيح. لا، دي طريقه بصوا تانية خالص. يا رب يكون بس الشرح بتاعي واضح اهو. تمام. بقيه الخليط ده انا بسيبه عندي في الفريزر، كل ما بحتاج بروح مطلعه، بينفعني جامد جدا بصراحه. تعالوا بقى نعمل بقى القرنبيط بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده خلاص اهو. حطيت. بنبتدي بقى نقدح الزيت في الطاسه بتاعتنا، وزي ما انتوا شايفين بالمعلقه كده، وننزل في قلب الزيت اهو. هوريكم ازاي. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين كده جبت طاسه وحطيت فيها زيت، حطيت الايد من ناحيتي عشان للامان، بخاف قوي من الزيت قوي. وجايبه اهو القرنبيط اللي انا عملته. هبتدي بقى ايه، انزل الكبشه بسم الله كده اهو اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. منزله كده. انا متهيألي اعمل بالمعلقه احسن، ولا نجرب؟ بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده، اهدي بس النار. النار عاليه قوي، انا بجرب لسه.
نيجي نقلبها كده. بصوا عامله زي قطعه البانيه بالظبط زي ما انتوا شايفين. هكمل كده وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده اهو، انا بحاول اوريكم طريقه. هبتدي بقى اطلع ده اللي اتحمر زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا انه جميل ازاي. والله الكاميرا ظلمه. كده اطلع وارجع لكم. وده الشكل النهائي يا بنات. جربوها، الطريقه دي هتعجبكم جامد جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. بصوا زي قطعه البانيه بالظبط، زي قطعه البانيه بالظبط. ونرش عليها بقى بقدونس، هتعجبكم جامد جدا. شايفين طريقة سهلة وبسيطة وبقرنبيطة ب20 جنيه عملت لي الكمية دي. ولسه برضو في باقي اهو. بصوا قد ايه طبعا. ودي بقية القرنبيطة اهي. ثواني، بقية القرنبيطة اهو بدخلها التلاجة. ودي بقية الخليط اللي انا عاملاه. بحب اعمل كميات عشان اشيله في الفريزر، بينفعني. تمام اهو. تعملوا جنبها مكرونه، تعملوا يعني تبقى طبق سلطه كده حلو. تحفه تحفه تحفه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتجربوا طريقتي، تكتبوا لي كومنتات حلوه. يلا اسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.